يا صباح الجمال. موضوع النهارده ازاي نشغل الأصوص العطال، نشغلها حضان، او الأصوص اللي هي اللي هتشتغل معانا. ازاي نعرف ان القص العطال ده ينفع نحضن تحتيه ونرمي تحتيه حصى ويلبيه هو ولا لا، ولا القص ده مش هيلبي ويأكل بس، ولا هو مش هينام اساسا، مش هنعرف نستفاد منه. تابعوني في الفيديو النهارده ده، هقول لكم كام نقطة كده بخصوص الحمام الحضان، واللي حابب يزود انتاجه من الحمام الحضان اللي هو العطال اللي مش شغال، وازاي ناخد منه اكثر استفادة. رقم واحد، هل ان كل الاصوص العطال اللي هي ما بتحصيش او الذكر اللي بيروق ينفع يشتغل حضان ولا لا، ونرمي تحتيه حصى ولا لا؟ للاسف ان مش كل الحمام ينفع طالما هو عطال ينفع يحضن. في حمام كتير قوي يكون عطال مش شغال، الذكر بيروق والطيره ما بتحصيش، وفي نفس الوقت هو مش حنين، ما بيقبلش اي حصى غريب او ما بيقبلش اي زغلول. فدي رقم واحد، لازم نبقى فاهمين ان مش كل الحمام ينفع يتحضن تحتيه. رقم اتنين، مؤشرات اللي تخلينا نعرف ان احنا نرمي حصى تحت الحمام ولا لا. رقم واحد، لازم نلاقي الطيرة بتروح تقعد في الطاجن. الطيرة دلوقتي طبعا مش زي كده، الطيرة دي راقدة دلوقتي على حصى، بتقعد في الطاجن، والذكر برضو بيخنن في الطاجن. فدول معناهم ان هم يعني زي ما يكون حمام خلاص على حصى. عارفين لما تكون الحمام الذكر يكون دايما بيخنن في العش بتاعه في الطاجن بتاعه، والطيرة بتقعد شويات كده قبل ما تحص بيوم او اتنين. لما القص الحضان يعمل معانا كده، نبتدي نرمي له حصويتين تحتيه، ويستحسن نكون بنجرب فيهم في الاول نشوف. وفي حمام برضو عشان لازم تبقوا فاهمين، في حمام ما بيلبيش، يعني في حمام نرمي له الحصويتين وما يلبيش الزغاليل، يعني يفضل يطلع ما يكونش لبه اساسا. وفي حمام لازم، عشان كده بقول لكم لازم نجربهم. ده بالنسبه لنقطه اللبه والحصى، ونعرف ازاي اذا كان هيرقد عليه ولا لا. طبعا نجرب فيه في الاول، لقينا ان الحمام الذكر بيبدل مع الطيره، نبتدي نحط له الحصى المهم اللي احنا عايزينه يشتغل عليه. وطبعا يكون لسه حصى جديد متحصي قبلها بيوم او اتنين، مش ازيد من كده، لان هو ده الكلام ده لو كان بيلبي. وفي حمام برضو ما بينفعش غير ان هو ياكل بس، يعني ما بيلبيش بس نرمي له زغاليل يقبلها عادي وياكلها. في ده وفي ده. طيب انا مركز على القص ده، بعد كده هقلب على القصوص تاني حضان، بس عشان حاجات مهمه عايز اقولها قبل ما انساها. القص الحضان بينفع نحط له حصى بعد قد ايه لما بيطلع الحصى الاولى. قبل النقطه دي في الاول عايز اقول لكم، لما تيجوا تجربوا حصى، تجربوه حصى عادي، يعني حصى زي كده، اللي هو الحصى. يعني مثلا عندي حصوايه اهي، دي مثلا حصوايه عاديه اهو، تمام، دي حصوايه عاديه تمام بس بايظه. نجرب الحصى ده، ما نجربش الحصى اللي هو الفيك، الحصى اللي هو مش اصلي. كل القصوص الحضان غالبيتها، وخصوصا الحمام التقيل، بيعرف الحصوايه دي وبيرميها بره الطاجن. او انا عن نفسي، كل القصوص اللي عندي لما بحط لهم الحصى دي اجرب فيه بيرموه بره. لما بحط لهم الحصى العادي بيشتغلوا طبيعي تمام. القصوص الزواجل والحاجات اللي هي حجمها الخفايف بينفع يضحك عليها، لكن الحمام التقيل زي الكينج والرومي والروماني وكل الكلام ده والمالت بيعرف الحصوية الصغيرة، بتبقى فارقة في الحجم. او بص، دايما بلاقيها مرمية بره ومش هيقبلها. طبعا احنا ممكن نقول ان هو الحمام ده مش حنين، بس لما ابتديت اجرب مع الحصى العادي بتظبط الدنيا وبيشتغل ومفيش مشاكل. طيب احنا ملاحظين مثلا قص زي ده تحتيه زغاليل صغيره، والحصى اللي تحته ده عايز اقول لكم مثلا بقاله اسبوع، يعني القص ده بيلحم العش في العش. طيب بتفرق في الحضانات؟ ايوه بتفرق طبعا. في حمامتين لازم يطلعوا الزغلول من عندهم خالص، يعتمد ويطلع ويقعد كمان بالاسبوع ال10 ايام، ولو رميت له حصى في قبل الوقت ده ما يرضاش يقبله. وفي حمامتين تاني تلاقيهم رموا الزغلولين بره زي دول بالظبط كده، وابتدوا يخننوا وابتدوا كانهم هيرموا حصى، كأن زي الحمام الطبيعي. ده انا بفهم منهم
ان هم كده قابلين حصى تاني. فطبعا لما انا رميت حصى دلوقتي، يعني انا اوريكم اهو باين اهي الطيره، ادي الحصى بتاعت الطيره، سيبنا في حصوتين بس الحصوه التانيه جوه. تمام. دول طبعا القص ده عشان بيقبل فانا برمي تحتيه عادي، فكده بيلحم العش في العش. لكن في قصوص تانية زي ما قلت لكم، زي مثلا هوريكم برضو نقلب سنه قص زي ده برضو، عشان القص ده مالتي. دول طبعا انا هوريكم النهارده 3 قصوص، دول متجربين. القص ده عشان سريع برضو انا بعمل ايه؟ ببتدي اعمله معامله الحمام العادي خالص. يعني باجي مثلا ادي برميله حصوايه في الاول عاديه طبيعيه، تكون يا اما انا مش عايزها يا اما تكون بايظه اساسا. تمام. اروح راميها له اول حصوايه، الطيره بتقف عليها بس على فكره كانها هي اللي محصيها بالظبط، والذكر يقف عليها. وبعد كده تاني يوم مثلا اروح راميلهم الحصوايه التانيه، يبتدوا يحضنوها عادي، ويبتدوا بيتعاملوا ويلبوا وكل حاجه ويطلعوا زغاليل زي الفل. دول مثلا قصين صراع قوي. في مثلا قص زي ده اهو، قص لاحم. تمام. القص اللاحم ده تخيلوا انتوا عن قص لاحم جامبو او كيرنو. القص ده على قد ما هو لاحم من اسمه المفروض يلحم العش في العش، لكن حنيته ما بتجيبش ان هو يرمي له الحصى بسرعه، يعني يطلع الزغالين زي كده مش شايفين زي ما حضراتكم شايفين، هو ما تحتهوش حصى. يطلع الزغلولين، مطلع الزغلولين مثلا من 5-6 ايام اسبوع. بس لسه انا شايف الذكر دلوقتي بيخنن في الطاجن، قبلها ما كانش بيخنن ولا كان بيقعد في الطاجن. فهبتدي انا دلوقتي اروح شايف له حصويتين وهرميهم له على طول. القص ده انا معوده على حصويتين، ما بياخدش حصوايه. لو شاف حصوايه كانه ما يعرفهاش. فبرمي له الحصويتين، يبتدي يحضنهم، ويبتدي طبعا يقعد عادي المده العاديه بتاعته، وبعد كده يلبيهم ويطلعهم زي الفل ومية مية. طبعا القصوص اللي زي كده بتبقى زي الدهب. طبعا القصوص دي حضانات عطال وهم يعتبر تم بيعهم، بس انا قلت الناس تستفاد برضو. ربنا يبارك يعني اللي هيكونوا من نصيبه. بس يعني انا قلت دي حاجات نقط مهمه قوي بالنسبه للناس عندها حضانات، عشان ناس كتيره بتبتدي تقول لي اشترينا مثلا حضان وبنرمي له الحصى بعد اسبوع ولا حاجه ومش شغال، مش راضي يرقد عليه. فبرضه لازم اقول للناس دي لازم تفهموا نقطه، كانكم مشترين حمامتين طبيعيين قوي. مش كل الحمام اول ما بتجيبوه بيرضى يقعد على الحصى او يحضن الحصى بعدها، او مثلا قصدي يحصي بعدها باسبوع او مثلا 10 ايام ولا 5-6 ايام. لا، بنعمل ايه؟ في حمام يحصي بعد 10 ايام 15 يوم، في حمام يحصي بعد شهر. نفس الكلام الحضان بالظبط، يحصي يحصي زي ما الحمام العادي هيحصي. هو الحمام اللي الحضان ده يكون اتعود، ممكن الحمام مثلا يتعود بعد شهر نرمي له الحصى مثلا بعد شهر. عشان كده بقول لازم نجرب، نيجي مثلا اشترينا قص نشوفه لحد ما يعمل معانا العلامات بتاعه تحضين العش، اللي هو ان هو بيخنن، الطيره بتقعد في الطاجن، ابتدي ارمي له حصوات. انا مستعجل وعايز ان انا مش فاهم قوي في العلامات دي، ابتدي اجرب في حصويتين عاديين، ارمي القص الحصويتين، اشوف النهارده وبكره حضنهم والذكر والطيره بديله عنهم تمام، اسيبهم. لقيت ان هم لا، يبقى كده لسه نسيبهم كام يوم تاني. اهو بصوا زي ما احنا شايفين الطيره دي بسم الله ما شاء الله تقف على الحصوايه وكانها هي اللي محصياه، وطبيعيه قوي. طبعا لو في حد بيبيع وما عندوش ضمير ممكن يصور الحمام ده زي الحمام الاولاني متصور بزغاليل وحصى، طبعا ده كده قص بيلحم يعني. وادي طيره زي دي اهو، هنقول ان هي مثلا كانها رمي اول حصوايه، فعشان كده بنقول يعني الناس تاخد بالها وما تاخدش من الناس حاجه غير لما يكون موثوق فيها. نقطه تانية بالنسبه للناس اللي بتقول لي عندنا دي حاجه، يعني برضو للناس اللي هي مش لسه مش مخضرمه في الغيه قوي، ساعات يقولوا لي ان مثلا في ذكرين ماسكين بعض. طيب احسن حاجه نستفادها من الذكرين دول اللي ماسكين بعض، نستفاد منهم
في التحضين، لان هم نجرب تحتيهم زي بالظبط الاسس العطال. عايز اقول لكم بيشتغلوا حلو جدا، بيطلعوا حمام جبار، وخصوصا الاحجام، لان طبعا الذكوره بتبقى اقوى شويه من النتايات في التاكيل. فبنيجي مثلا لما بيكون عندنا ذكرين مثلا زواجل او اي نوع يعني ماسكين بعض ماشي وخلاص، واحنا عايزين نستفاد منهم، ممكن اذا كان ما عندناش نتايات يعني ولا حاجه، ممكن ان احنا نبتدي نرمي تحتهم حصى، وهتاخد منهم احسن زغاليل. دي نقطه برضه لازم نستفاد منها للناس اللي عندها حمامتين ذكرين يعني ماسكين ما لهمش لازمه، مش اكيد مش هنستمتع منهم بحاجه. وبتبقى ساعات الناس بتبقى مربيه على السايب، المربع على السايب ده مهما ساعات يفصل الذكوره يمسكهم يرجعوا تاني، فدي احسن حاجه ممكن نستفاد منها. بس دول بيتهيألي كام نقطه كده كانت على السريع. كده احنا وصلنا لنهايه فيديو النهارده، وده كان فيديو بسيط بس يا رب الناس تكون استفادت. واي حد عنده سؤال ولا حاجه يعني ممكن تفضلوا حضراتكم في التعليقات، واتشرف ارد على حضراتكم. السلام عليكم.